يا صباح الخير عليكي. في حاجات كده بنمر بيها في مراحل حياتنا بتأثر فينا، بتبقى عاملة زي البهارات في الطبخة، يا تطلع مظبوطة يا تطلع حارة بزيادة يا تطلع عادية. الحاجات دي هي السبب في كونك انتي ومش حد تاني. لو ما كنتيش اتعرضتي ليها او عشتيها كنتي هتبقي نسخة تانية غيرك. فانتي على بعضك كده نتيجة تفاعل شوية عوامل كتير مع بعض، هي اللي صنعتك وخلتك مميزة عن غيرك. حتى لو الحاجات دي كانت وحشة وذكريات سيئة، بس لولاها كنت بقيتي بنت خالتك مثلا. مرة محمد جودت، لو تعرفيه، ولو ما تعرفيهوش اكتبي على يوتيوب محمد جودت هيطلع لك شوية فيديوهات كتير كده، اسمعيها هتتبسطي، عشان عنده قصة ملهمة على فكرة. المهم، مرة سأل الناس مين يحب يمحي كل ذكرياته السيئة. الناس كلها طبعا رفعت ايديها. بعدين قال لهم بشرط تمحي مع الذكريات السيئة دي كل الحاجات اللي ترتبت عليها. فكلهم نزلوا ايديهم. اصل لولا الحادثة الفلانية ما كنتش عرفت اسس البيزنس بتاعي، لولا مرض او موت فلان كنت فضلت ماشي غلط، لولا اني سافرت وبعدت عن اهلي ما كنتش قابلت فلانة اللي بقت صاحبة عمري، لولا ان انا كنت قاعد زهقان ما كنتش اتجوزت. طب هو يعني لازم حاجة وحشة تحصل لي عشان اخد حاجة حلوة؟ مش عارفة بصراحة، بس يمكن دي قوانين ربنا في الكون، يعني إن مع العسر يسرا. طب كده بقى المفروض نفرح لما تحصل لنا مشاكل؟ تقريبا كده افتكري كده كل المواقف الوحشة اللي حصلت لك وبعدها كانت سبب في خير كتير. ومش شرط تفتكري مصايب او ابتلاءات، ممكن موقف مثلا اتعلمت منه، يعني اتعشمتي في حد وطلع ما يستاهلش، فبقيتي تخلي بالك من علاقاتك مع الناس، مش بتدلقي على حد من اول مرة، او مش بتثقي في حد وعلاقاتك اغلبها طياري، هو حد واحد او اتنين بالكتير اللي علاقتك قوية معاهم. تهتي مثلا وانتي صغيرة فده خلاكي حذرة قوي، وبتخلي بالك من ولادك وبتقلقي جدا من اي حاجة بسيطة. ولو اتصلتي بحد ومردش من اول مرة بيجيلك افكار كتير ان ممكن يكون حصل له حاجة، تفضلي قاعدة على اعصابك لحد ما يرد ويطمنك. او انك قيادية وبتعرفي تديري امور البيت كله بمنتهى السهولة، لانك وانتي صغيرة لقيتي نفسك مسؤولة عن اخواتك الصغيرين. المهم ان كل المواقف دي ساعدتك او شكلت شخصيتك. الفكرة بقى ان ساعات اللي حواليكي مش بيقدروا اللي انتي مريتي بيه، فبيصدروا عليكي احكام او يحطوكي في قالب تتحبسي فيه. زي انك اتخذلتي زمان فيقولوا دي بالروية، وانتي والله ما كده، انتي بس خدت على قفاكي مرة فحرمتي تتعشمي في حد. او لانك بتقلقي فيقولوا دي شخصية خنيقة، ايه كمية الاتصالات دي ولو ما ردتش تقلب الدنيا، وانتي والله بتحبي الشخص ده وبتخافي عليه وتفديه بنفسك، ومش قصدك تخنقي على حد، انتي بس بتحبيهم وده بيظهر في قلقك. او عشان قوتك في تحمل المسؤوليات فيقولي دي بنت جامدة قلبها قاعد واعصابها في تلاجة، وانتي لا باردة ولا حاجة، انتي بس موتي موتات اوحش من دي. فبقت المواضيع بسيطة بالنسبة لك. ولا قدرا شفتي بنت لابسة فستان أمور فقلتي الله حلوة خالص البنوتة دي، بعد شوية والبنت بتجري وبتلعب وقعت على وشها، كده لزقت فيكي ان عينك وحشة وحسودية وبتبص على الناس في رزقهم، ويخافوا منك بقى ويبعدوا عنك ويتجنبوكي، يختصروا شخصيتك كلها في موقف واحد حصل. وزي ما في احكام منيلة بنيلة وبتظلمك، في احكام حلوة، بس حتى الأحكام الحلوة دي ساعات بتحط عليكي ضغط. يعني مثلا هم اخدين فكرة انك فرفوشة وبتهزري بقى وقعدتك حلوة، فما يستحملوش بقى يسمعوك بتشتكي. او انك مثلا مضيافة وكريمة فلازم تبقي كده بقى على طول الخط، وبيتك مفتوح للي يسوى واللي ما يسواش. او انك شيالة وحمولة ويعتمد عليكي فتلاقي بيترمي عليكي مسؤوليات اكتر من احتمالك. بيبقى الموضوع أصعب لو الحكم ده بسبب شغلتك. لو انت مثلا دكتورة تغذية فمحرم عليك انك تضعفي في مرة وتاكلي أكل مش صحي. أو بنتك مثلا مش بتاكل كاندي خالص، بس في يوم شبطت في حاجة وانتي فوتلها المرة دي، وشافوا بنتك معاها كاندي هيعلقولك المشانق. شوفوا اللي كل شوية تقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه وتاكلوا ايه وما تاكلوش ايه، دي بتبيع كلام وخلاص، وهي اصلا ما بتعملش بنصايحها.
ولا مداهية تبقي تربوية وبتدي نصايح، ولا تهورتي وعملتي دورة، ولا حتى بوست على الفيس في التربية. كده خلاص لازم عيالك يبقوا معصومين من الخطأ، وانتي ما ينفعش تبقي بشر وتغلطي ولا اعصابك تفلت في مرة. ايه كمية الضغط ده؟ تبقي عايزة تبعدي فعلا عن الناس كلها، وتحسي ان البعد عنهم غنيمة، وفي داهية الكنوز اللي هتيجي من ورا معرفتهم. ملعون ابو دي معرفة اللي كلها اذى. بس عارفة، اوقات بنكون احنا الاذى ده. ما احنا كمان كتير بنعمل كده وبنصدر احكام على غيرنا. ما احنا بشر مش ملايكة يعني. فما تحسيش انك مش بتعملي الغلط اللي بيضايقك، لانها بتحصل كتير. انك تشوفي حد لابس لبس معين او شكله مختلف، او عاملة شعرها بطريقة مختلفة فتظني فيها ظن وحش. ممكن تتريق عليها لان لبسها بسيط، او بتشرب سجاير فتقولي دي مش محترمة، او تقولي دي ما شافتش تربية، او اكيد دي بنت تافهة، او تحسي انك احسن منها وتقولي دي متبرجة، انما انا رضي الله عني والله. حتى بعيدا عن الشكل واللبس، اوقات احساسك بالغيرة من حد بيخليكي تصدري عليه احكام، عشان جواكي حاجة بتنغص عليكي كده لما تلاقي حد احسن منك. ما اصل احنا بنحب نحس اننا حلوين وملناش زي. دي حاجة كده في طبيعة النفس البشرية. وزودي على كده ان كلنا مرضى نفسيين وعندنا عقد. فلو مثلا لقيتي سلفتك الجديدة بتقول لحماكي يا بابا، دي عايزة تكسبهم بقى في صفها وتبان احسن مني، بنت خبيثة ولئيمة. او جارتك بتحب تحكي معاكي وفي وسط الكلام بتحكيلك عن موقف حصل لها لما كانوا مسافرين مكان معين، او تجربتها لما راحوا المحل الفلاني وبتقولك ده طلع غالي ما يستاهلش، فتقولي دي عايزة تكدني، بتحب تتمنظر عليا وليا غياظة. او ممكن واحدة بتمر بحاجة مختلفة في حياتها مسببة لها ضغط وحاسة انها نهاية العالم يا عيني، فكل ما تكلميها تشتكيلك، فتقولي دي بتغزي العين، هي مثلا عليها ضغوطات وانا عليها مكسرات، حاجات بقى زي كده. انتي ما بتحبيش حد يحكم عليكي، وبرضو الناس كده. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وكتر الكلام على خلق الله وعيوبهم وبلاويهم بيغسلني كده من جوه ويشغليلي. في آية في سورة النور عن حادثة الإفك بتقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هو ده حل المعضلة، إنك تظن بغيرك خير، إنك دايما تشوفي الناس أحسن منك. في أثر عن سيدنا داود إنه بعد ما خلص عبادة سأل ربنا: مين يا رب عبدك النهاردة أكتر مني؟ فربنا أوحاله إن في ضفدعة سبحت ربنا أكتر منه. ضفدعة، واخده بالك؟ ممكن يبقى صرصار في بلاعة أحسن منك. فما تفرحيش قوي بنفسك، انتي مجرد خلق من خلقه. فأي حد عينيكي تقع عليه ظن فيه خير، وتقولي يمكن هو أحسن مني عند ربنا. لما تحولي تفكيرك بالطريقة دي مش هيبقى فيه جواكي ضغائن تجاه حد، حتى المختلفين معاكي. هتريحي دماغك من مشاحنات كتير ونفسيتك هتبقى أحسن. طب انا اضمن منين ان الناس كمان تظن فيا خير زي ما انا بعمل؟ يا اختي انت هتتحاسبي لوحدك، خليكي في نفسك، اعملي الصح وبس. طب مين قال اصلا ان ده الصح؟ ربنا اللي قال: ان بعض الظن اثم. الاحكام اللي خنقانه دي اثم. النفوس اللي بتشيل من بعضها والبيوت اللي بتتخرب بسبب كلمه اتفهمت غلط، ما كل الهم ده نتيجه الظن السيء. بصي معلش بقى، الموضوع برضو قلب درس دين في الاخر يعني، بس انا اعمل ايه يعني؟ ما هو الدين اللي داخل في كل حاجة، ما هو اللي بيطهر نفوسنا. فيعني عموما نرحم نفسنا، نرحم بعض شوية، ونخف ظنون سيئة. ويا ستي تيجي متأخر احسن من انك ما تجيش خالص. واشوفك تاني الصبح ان شاء الله. سلام يا ست الكل.